صباح الخير، صباح الورد والفل والياسمين. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا جدا. النهارده بقى جايه لكم بيوم جديد وفيديو جديد. حاسه ان انا اول مره اصور تقريبا من الزاويه دي في المطبخ، بس حاسه ان الزاويه دي حلوه قوي. ساعات الكاميرا الاماميه بتغير شكل المطبخ والشقه خالص، لان هي بتعكس الصوره، فبحس ان انا في شقه تانية. فانا دلوقتي حاسه ان انا اول مره اصور من المكان ده. فقولوا لي كده، زاويه التصوير حلوه ومظبوطه والاضاءه كويسه ولا لا؟ يعني بصوا، انا بقالي كام شهر دلوقتي في الشقه، ولحد دلوقتي يعني في اماكن كتير في الشقه انا ما صورتش فيها، ولا جربت ان انا يعني ايه اجرب زوايا مختلفه. بس يعني يوم عن يوم بقعد بقى استكشف واشوف بقى ايه الاحلى، وايه يعني ايه اللي هيبقى اوضح ليكم وكده. فانتوا قولوا لي ايه رايكم يعني في الكادر ده كده. المهم ندخل بقى في التقيل. النهارده يوم ان شاء الله هنعمل فيه حاجات كتير قوي مع بعض، واول حاجه عايزه ابدا بيها الطعميه. انا عارفه ان انا اتاخرت عليكم في الوصفه دي، مع اني عملتها معاكم كذا مره، بس لحد دلوقتي لسه بتطلب مني. فامبارح بقى كان عندي ايه، كيلو من الفول المدشوش. كيلو. انا النهارده هعمل كميه، عشان ما شاء الله ما شاء الله الطعميه اللي انا بعملها ما بتقعدش، على طول بنسحب منها. وكمان عايزه ابعت منها لماما، وكمان لحماتي لعمته، عشان برضو هي بتحبها قوي من ايدي. فعشان كده النهارده هعمل كيلو الا ربع. ليه بقى الربع دوت؟ هيروح فين؟ هقول لكم. طبعا انتوا عارفين ان الفول المدشوش بيتعمل بيه اكله تانية اسمها البصاره. عايزه افاجئكم بقى حاجه هتستغربوا منها جدا، ان انا يا جماعه عمري في حياتي ما عملت البصاره دي ولا مره. هتقولوا لي ليه وانت مش بتحبيها؟ عايزه اقول لكم ان انا بعشقها، بحبها جدا جدا، بس ولا مره جربت ان انا اعملها. طول عمري باكلها من ايد ماما، وبحبها قوي قوي منها، لكن مش عارفه يعني اي حاجه، ما يعني مش عارفه الطريقه بتاعتها. بكسل ان انا ايه اقعد بقى ادور وكده. لا يعني مثلا بقول لماما اعملي لي بصاره نفسي فيها، لكن انا بقى اجرب اعملها بكسل. فقلت لا، بما ان كده كده عندي فول مدشوش ومنقوع اهو حلو وكميه كبيره، فانا هاخد منه ربع كيلو. هعمله بصاره. طبعا دخلت على الفيسبوك وقعدت بقى شفت الطريقه، وجبت بقى كذا فيديو، وعرفت الطريقه طلعت سهله جدا. يعني انا كنت فاكراها صعبه، طلعت سهله قوي، شبه طريقه العدس الاصفر كده تقريبا. فهنعملها برضو مع بعض النهارده، ويا رب تطلع حلوه وتنجح معايا. فهاخد ربع كيلو خليه البصاره، ودلوقتي هنعمل مع بعض كيلو الا ربع من الطعميه او الفول المدشوش. جهزت بقى كل حاجتي، غسلت الخضره بتاعتي، شبت وكزبره وبقدونس، تمام. ومعايا توم مفروم او توم صحيح، بس انا دايما بيبقى عندي اللي هو المفروم. ومعايا بقى بصل، وحضرت بقى الكبه، ومعايا البهارات بتاعتي. تعالوا بقى نقلب دلوقتي الكاميرا علشان تشوفوا كل حاجه بالتفصيل، واقول لكم بقى المقادير والطريقه وكل حاجه. يلا بينا. بس قبل ما نبدا، حطيتي اللايك ولا لسه؟ انتوا مقصرين معايا جدا في اللايكات. وبصوا زي ما انا بفرحكم كده بفيديوهات حلوه، انتوا كمان فرحوني وشجعوني باللايك. مش هتخسري حاجه، بالعكس ده انت هتفرحيني جدا باللايك بتاعك. والكومنتات بقى، عايزه كومنتات حلوه كتير زيكم قمر كده، علشان انزل لكم فيديوهات اكتر واكتر وحاجات احلى واحلى باذن الله. فيلا بقى انزلي بسرعه حطي لايك، ويلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا. نقول بقى كده بسم الله الرحمن الرحيم، ويلا نبتدي مع بعض. اول حاجه هعملها ان انا ايه، هقشر البصل. على كيلو الا ربع فول مدشوش هحط حوالي 3 بصلات متوسطين، تمام. طبعا كل ما تحبشي في العجينه بتاعه الطعميه او الفلافل زي ما بنسميها في اسكندريه. في اسكندريه اسمها فلافل على فكره، بس انا بابا وماما بيقولوا عليها طعميه. يعني عمرنا ما بنقول فلافل دي خالص. وحتى برضو الجبنه الرومي يعني في اسكندرية بيقولوا عليها جبنة تركي، لكن في القاهرة بيقولوا جبنة رومي. بس برضو احنا في اسكندرية بابا وماما ما كانوش بيقولوا عليها جبنة تركي خالص. لدرجة ان انا كنت في اول لما فتحت القناة هنا معاكم وقلت لكم بقى ان انا اصلا من اسكندرية وكده، كانوا بيستغربوا قوي ان ازاي انتي من اسكندرية ومش بتقولي الكلام اسكندراني. يعني ازاي بتقولي طعمية عادي، وبتقولي جبنة رومي عادي، ما بتقوليش الكلام اللي هو، وبتقولي سجق ما بتقوليش صدق. في اسكندرية بيقولوا صدق بالدال، احنا هنا بنقول سجق بالجيم.
فكانوا مستغربين قوي. والله انا طلعت واتربيت على كده، يعني انا طلعت لقيت بابا وماما بيقولوا كده فانا بقول زيهم. يعني لما كبرت بقى عرفت ان لا، في كلام بيتقال بالاسكندراني وفي كلام بيتقال بالمصري. بس احنا عندنا في البيت في اسكندرية يعني اغلب الكلام بيقولوه مصري عادي، عشان بابا اصلا يا جماعة من القاهرة، يعني بابا اصلا مش اسكندراني، ماما هي الاسكندرانية. بس برضو بتقول زي بتوع القاهرة برضو، معرفش ليه. المهم، جبت بقى الكبة بتاعتي. بص طبعا انا مش هحط الكمية كلها مرة واحدة عشان الكبة تعرف تلف معايا، يعني انا هقسمها كده ايه على مرتين. حطيت بقى الفول وحطيت عليه البصل وحطيت شوية من الخضرة، والبهارات بقى بتاعتي ملح وكمون وكزبرة ناشفة. في ناس بتحب تفرز العجينة ديت من غير ما تحط عليها بهارات، وفي ناس بتحط بهارات عادي. انا مع فكرة ان انا احط البهارات، بصراحة بتبقى منجزة بالنسبة لي، اللي هو بطلعها جاهزة من الفريزر على طول واقليها. هنا بقى حطيت توم اهو، حطيت بقى على الكمية دي حوالي 4 معالق من التوم المفروم، 4 معالق كبار من التوم المفروم على ايه، على كيلو الا ربع الفول. بس هنا بقى هزود البهارات بقى بتاعتي. ما تكتريش في الملح، خلي بالكوا تزودوا في الملح علشان ما تبقاش حادقه معاكي. ده بطرف صباعك كده تدوقي العجينه، ما تخافيش مش هتموتي ولا هيجرالك حاجه، لا ده بكليات يعني عادي، ممكن تدوقيها مفيش مشكله. فانا بقيت بدوق واشوف بقى الملح بتاعها مظبوط ولا ايه، وبشوفها لو محتاجه ملح بزود، لو مش محتاجه خلاص. هنا لو تلاحظوا هتلاقوا العجينه مش خضره قوي لان انا ما حطيتش كل الخضره، لا انا لسه هعمل شفشق كمان، من يعني شفشق كبه تاني. وهنا بقى هحط الخضره كلها، ولما اقلبهم على بعض هتلاقوها بقت خضره وجميله جدا جدا. طبعا موفره معاكي جدا دلوقتي الطعميه، علشان يديكي مثلا ب5 جنيه طعميه. معرفش دلوقتي بقى فيه ب5 جنيه ولا لا اساسا. بيديكي كيس صغير خالص يا دوبك بيعمل معاكي 4 5 وحدات. يعني طبعا حاجة مكلفة قوي لو انتي مثلا من يعني عيلتك بتحب مثلا ان هي كل يوم تفطر طعمية، او حتى مش كل يوم، كل يومين برضو هتبقى مكلفة قوي. غير لما تجيبي بقى انتي الفول والخضرة، وطبعا انتي هيبقى عندك في البيت البصل والثوم والبهارات، فمش هتتكلفي حاجة. الفول اساسا رخيص جدا يعني، والخضرة الحزمة بجنيه، انا جايبة الحزمة بجنيه، وعلى الكمية دي كلها جايبة حزمة كبيرة من كل حاجة يعني. فلو الحزمة عندك بتتباع اللي هي الصغيرة دي هتجيبي 2 من كل حاجة، شبت وكزبرة وبقدونس. هنا بقى بضرب الكمية التانية اهو. طبعا ايه، ما بحاولش ان انا اشغل الكبة متواصل عشان الموتور ما يتحرقش. اي كبة مهما كان نوعها او اي جهاز عموما، لو فضلتي مشغلاه كتير ورا بعض ولقيتيه سخن في ايدك ممكن لا قدر الله يتحرق منك وتلاقيه مطلع دخان ويبوظ بقى. فانا بقى يعني كل ما اضرب شويه اقوم مريحاه وارجع ايه اكمل ضرب تاني. بصوا بقى شايفين دي خضرة ازاي، عشان هنا ايه انا كنت حطيت بقيت كميه الخضره كلها اللي معايا. بس نعمتها جدا جدا، اهم حاجه ان هي تبقى ناعمه ما تبقاش خشنه. لو الكبه بتاعتك مش بتنعم الحاجه قوي، يبقى ما تحطيش كميات كبيره، حطي كميه صغيره خالص نعميها، وبعد كده ايه خدي الكميه اللي بعدها وهكذا يعني. او ممكن تضربيها، يعني انا ضربتها هنا مرة، ممكن بقى بعد ما تخلصي تقومي مرجعة كل ده الكبة تاني وتديها ضربة تانية لحد لما تنعم معاكي. نسيت اقول لكم ان انا في الكبة بزود اقل من ربع كوباية مية، شوية صغيرين خالص علشان الكبة بس تمشي. اوعي تزودي في المية علشان هتلاقيها بقت سايحة معاكي خالص، اقل من ربع كوباية عشان بس الكبة تلف. هنا كنت يعني بكورها كده ويعني بعملها قرص وبوريكم ان هي ازاي ماسكة نفسها، ولسه كل ما تقعد في الفريزر كل ما ايه هتمسك نفسها اكتر، والفول هيشرب اي سوائل زيادة فيها. بس دلوقتي عايزة بقى اروق الرخامة كده من حواليا عشان نشوف بقى هنعبي العجينة ديت في ايه. امبارح كنت زي ما شفتوا معايا نزلت السوبر ماركت واشتريت شوية حاجات. انا بعد ما قفلت معاكم ما روحتش على طول، لا انا عديت على السوق بقى. جبت بقى شوية فراخ وجبت بقى اكياس تلاجة عشان ما كانش عندي اكياس تلاجة خالص. كان عندي الاكياس اللي هي بتتقفل دي من فوق، لكن الاكياس اللي هي العادية لا. فجبت كده نص كيلو. وكمان ايه وانا بجيب بقى لقيت عنده العلب القمر دي، عارفين العلب اللي هي بيتباع فيها الرز بلبن في المحلات، في منها طبعا احجام دوت ايه اصغر واحد.
فشفتها لقيت شكلهم حلو قوي، فسألته بكام. قال لي ال100 علبة ب80 جنيه. فقلت له يعني انا لو عايزة 25 علبة؟ قال لي 25 علبة ب20 جنيه. فطبعا ايه لقيت سعرهم حلو قوي، يعتبر العلبة بجنيه الا ربع. فجبت 25 علبة. وقلت بقى هيبقى شكلهم حلو قوي لما اجي ادي ماما وعمته الطعمية، بدل ما اديها لهم في اكياس لا اديها لهم كده في علب، هيبقى شكلها الطف بكتير. بصوا بقى الكمية بتاعتي طلعت ايه، كام علبة؟ 3 6 9 تقريبا 12 علبة. ما عدتهمش والله، بس انا كنت فاكرة ان العلبة صغيرة ومش هتاخد معايا حاجة. لقيت لا، العلبة ما شاء الله بتاخد كمية، يعني بتاخد كمية حلوة قوي، مش صغيرة خالص. فهشيل بقى الباقي لو عملت بقى رز بلبن، او لو حبيت اخزن اي حاجة تانية يبقوا موجودين عندي. وهبتدي بقى كده اساوي العجينة بتاعتي بالمعلقة عشان يبقى شكلها حلو. وهبتدي اقفل بقى كده العلب، وهبقى اشيلهم بقى في الفريزر. تمام. بعد ما تخرجيها بقى من الفريزر، لما تيجي تقليها كل قرص تقومي ايه حطاه كده في كزبرة، تكون كزبرة حصى، ما تكونش يعني مطحونة، وشوية سمسم. طبعا انا هبقى اعملها معاكم بقى في الفطار على طول ان شاء الله. ويبقى شكلها حلو قوي بقى وطعمها تحفة في التحمير. المهم تعالوا بقى هنا نعمل مع بعض البصارة. ده الربع كيلو اللي انا شلته على جنب. جبت بقى حلة فيها مية وسبتها تغلي، وبعد كده نزلت بقى فيها الفول بتاعي. اول لما نزلتها لقيت في ريم كده بدأ يطلع على وش الحلة. فطبعا هبتدي كده ان انا اشيله. معرفش ليه كان بيطلع كتير كده. انا كل ما كنت بروح اعمل حاجة، يعني انا كنت بروح اقشر بصل وارجع الاقيها عملت ريم تاني، اقوم شايلاه. فمش عارفة ليه بتعمل ريم كتير كده اهو. المهم الطريقة بقى اللي انا شفتها بتقول ان انا احط الفول واحط معاها بصلاية كده حلوة على الربع كيلو، حوالي بصلاية متوسطة. وهحط كده، هو المفروض 5 6 فصوص توم، بس انا حطيت بقى توم مفروم لان ما عنديش توم صحيح. وهبتدي برضو طول ما انا واقفة بصوا هشيل الريم كده خالص، عشان ما يبقاش يعني ما يديش طعم مش حلو. وهنزل بقى كده بالخضرة. طبعا شلت خضرة على جنب من اللي كانت عندي. وهبتدي بقى اقلب الكلام ده في بعضه، واحط بقى البهارات. البهارات عبارة عن ملح وكمون وشطة. الشطة طبعا حسب الرغبة يعني، بس انا حطيت معلقة صغيرة خالص عشان ما تبقاش حراقة، ومعلقة فلفل اسود، بس مش اكتر من كده. وهغطي بقى عليها واسيبها لحد لما تستوي. تعالوا بقى كده نرص العلب بتاعة الطعمية مع بعض اهي. عجباني قوي صراحة شكل العلب في الفريزر، برضو شكلها جميل قوي. بس كده حاسة ان انا عايزة اعمل تاني، يعني مش عارفة ليه. حاسة ان برضو لا الكمية قليلة. يا ريتني كنت جبت 2 كيلو فول. يلا المرة الجاية ان شاء الله. انا عندي بقى يحيى في اكلات كده ما بيرضاش ان هو ياكلها. ما بيحبش شوربة العدس، وما بيحبش الكوارع وايه تاني، في حاجات يعني كذا حاجة كده يحيى ما بياكلهاش. الجمبري والكابوريا، البصارة انا حاسة برضو ان هو هيقولي لا، لان هي من مشتقات العدس، يعني تحسوها كده زي العدس وكده. فقلت لا، طب وعلى علشان لما يجي من المدرسة بيبقى جعان يا عيني وممكن ما يرضاش ياكلها. انا طبعا هحاول ان انا اكلها له وحببه فيها، بس برضو قلت اعمل صنف كده تاني جنبها احتياطي. هنعمل بقى دلوقتي مع بعض صينية العشق كله. اكتر حاجة يعني بحبها في الدنيا بجد هي الصينية ديت. عندي كده لفة جلاش، دهنت الصينية بتاعتي كده الاول سمنة، وبعد كده حطيت نص لفة الجلاش. وفي النص بقى الحشوة بتاعتي هحط عندي دي جبنة ميكس رومي على شيدر على موتزاريلا، وعندي بقى هنا بسطرمة. واتصدمت من سعر البسطرمة وانا بشتريها امبارح. الكيلو بتاع البسطرمة وصل ل420 جنيه. تخيلوا يا جماعة، يعني بقى ضعف سعر اللحمة. مش عارفة ليه كده غالية جدا، 420 جنيه ليه؟ فالشوية اللي انتوا شايفينهم دول مش عارفة قد ايه بصراحة، بس هو ظاهر بيبقى معبي الحاجة كده في اطباق فل جاهزة. فانا باخد الطبق وبمشي. فالحبة دول كانوا عاملين 36 جنيه تقريبا. ف لا غالية اوي بصراحة. زمان البسطرمة دي كنا بنجيبها
كده يعني عادي بنجيبها زيها زي الجبنة. بتبقى اغلى شوية بس عادي كنا بنجيبها على طول. لكن بصراحة دلوقتي اعتقد ديت بقت من اكل الاغنياء، يعني بسطرمة ب420 جنيه، حاجة صعبة قوي. المهم من فترة للتانية كده بحب صراحة اعمل الاكلة دي لاني بحبها. حطيت كده شرايح من الزيتون المخلي مع البسطرمة والجبن، وكمان قطعت كده كام فلفلاية رومي. ما كانش عندي صراحة فلفل الوان، لو كان عندي كنت حطيت. وكمان في الاخر بحط رشة تانية كده من الجبن، عشان بحب اكتر الجبنة بصراحة، بتدي طعم حلو، وبتبقى الحشوة كده جوسي من جوه، يعني طرية كده وفيها يعني سوائل، يعني ايه مش ناشفة. وكمان بتدي مطة حلوة قوي. بس اهم حاجة تختاري نوع جبنة كويس. بس وهبتدي بقى انزل بنص لفة الجلاش التانية، وبين كل رقين والتاني كده بدهن ايه معلقة من السمنة. وبس كده بظبط بقى اللفة، بدخل الاطراف لتحت علشان مفيش اي حشوة تطلع مني من النص. وهجيب بقى السكينة وابتدي بقى كده ايه اقسمها مربعات كده صغيرة، على قد ايه، على قد الواحد ما هياكل. يعني محبش اقطع الحاجة كبير قوي، لان انا عندي يحيى اكلته يعني مش كتير، فما بحبش ان هو يفوض لي من الاكل. بس كده بحاول ان انا ما ادخلش السكينة جامد عشان الصينية دي جرانيت، ومن ضمن الحاجات اللي هي الحمد لله لسه محافظة شوية، يعني ما باظتش قوي من غسالة الاطباق، ما بتلزقش الاكل جامد، فمش عاوزة اجرحها بالسكينة. نبتدي بقى نسقي الجلاش. حطيت بضاية وحطيت كوبايتين من اللبن ورشة كده من الفلفل الاسود، وما حطيتش ملح، لان انا حاطه في الحشو حاطه زيتون وحاطه بسطرمه، فلو كنت حطيت ملح الموضوع كان هيبقى حادق اوفر يعني. فاكتفيت بس بالفلفل الاسود عشان الزفارة بتاعه البيض بس. وسقيت بقى كده الصينيه بتاعتي، وبصراحه بحب اكتر اللبن، بيبقى طعمه حلو قوي مع الجلاش. وهحرك بقى كده الصينيه عشان يدخل معايا في كل حته. بس كده وعلى الفرن. تعالوا بقى دلوقتي كده نبص على البصارة. خلاص كده استوت معايا. انا قلبتها كده بالمعلقة ولقيت ايه ان الفول كله استوى. هجيب بقى كده الهاند بلندر، او تضربيها عادي في الخلاط لو ما عندكيش هاند بلندر. وبس كده ضربتها كويس قوي، ما خدتش ثواني لان هي كانت دايبه خالص، لان الفول ده انا نقعاه من امبارح. بس انا هنا بدوقها لقيت محتاجة شوية كزبرة ناشفة وسنة ملح بس. وقلبتها بقى كده، وهبتدي بقى اجيب ايه الاطباق ونغرفها. بس قبل ما نغرفها احنا بنحب، او هو متعارف على البصارة كده للناس اللي مش من مصر، يعني ان احنا بنحب نرش فوقيها بصل محمر. يعني عارفين البصل اللي هو التقلية بتاعة الكشري، هي برضو بنحب نحطها كده فوق وش البصارة، بيبقى طعمها جميل قوي. فجبت بقى كده كام بصلة حلوين. الواحد من ساعة لما جاب شوال البصل وهو الحمد لله ما بقاش شايل هم البصل، يعني عندي كمية تكفيني ما شاء الله كتير. عايزة افرزه علشان خايفة يخسر هو والبطاطس. كذا حد برضو منكم قال لي في التعليقات يا دودي خلي بالك لو قعدوا كتير عشان هما كمية ممكن يخسروا، ففرزيهم. انا كده كده كنت ناوية ان انا افرزهم. ممكن اعمل معاكم الكلام ده الفيديو الجاي ان شاء الله. انا طبعا طريقة تفريز البصل انا بعملها من زمان وبتبقى جميلة قوي معايا، لكن البطاطس ما عملتهاش قبل كده. فقولولي ايه انجح طريقة يعني واسهل طريقة كمان لتفريز البطاطس، لان انا سمعت ان خطواتها كتير، وانا بصراحة يعني ما عنديش خلق يعني يعني عايزة حاجة ايه سهلة كده وفي الاخر برضه يبقى طعمها حلو. سوفا هنا بقى دخل معايا المطبخ كالعادة، وماسك بقى الهاند بلندر وقاعد بيلعب فيها. بيقعد بقى يفتح لي في الادراج وفي الدواليب ويخرج لي كل حاجة يحطها لي في الارض، وساعات يطلع بيها بره في الريسبشن، وانا بقعد اروق والم من وراه. بس بسيبه بقى يتلهي عني شوية لو انا بطبخ او بصور وكده، علشان ايه ما يقعدش يزن. جبت بقى هنا كده الطاسة بتاعت التحمير بتاعتي، وفوجئت ان انا ما عنديش زيت تحمير، ما عنديش اللي هو زيت الآلية، عندي زيت ذرة. فكنت بصوا مستخسراه قوي اللي هو ازاي انا هحمر البصل في زيت الذرة، بس ما كانش قدامي غيره. المهم حطيت بقى كده البصل وشلت شوية على جنب مش هحمرهم. هتعرفوا بقى ليه في الاخر.
بس اهم حاجة يعني ايدك في البصل ما تسيبهوش وتمشي، علشان ما يتحمرش من ناحية والناحية التانية لونه يبقى ايه، يبقى لسه ابيض. فطول ما انا واقفة كده ايدي فيه بقلبه عشان كله يطلع لونه ذهبي كده وحلو. بس هنا مش عارفة يوسف كان عامل إيه مصيبة ايه، فبقوله يا ابني كفاية حرام عليك انا مش ناقصة. تعالوا بقى نبص على الجلاش اللي اتحمر من تحت، فهفتح بقى عليه كده الشواية من فوق عشان ايه ياخد ايه لون حلو. بس كده يعتبر ايه الجلاش بتاعنا خلاص خلص. بصوا بقى هنا البصل اهو، هبتدي بقى اقلبه. والتركايه بقى اللي قالوها في البصارة، انا بمشي على الخطوات اهو بالظبط. قالوا ان احنا ناخد معلقة كده معلقتين حلوين كده من البصل اللي متحمر بالزيت بتاعه، يعني ما نصفهوش من الزيت، لا، معلقتين بصل بالزيت، عشان الزيت ده هو اللي فيه طعم البصل. هيخلي بقى طعم البصارة حلو قوي. ده طبعا غير البصل اللي احنا لسه هنحطه فوق الوش، لا ده كده بس ايه يطعم لي البصارة نفسها من جوه. تمام. بس تعالوا بقى نبص، خلاص اهي الجلاش خلص. شايفين بقى الوش؟ يا لهوي انا بحب قوي يا جماعة الصينية دي بجد، كانت ريحتها جميلة قوي. يلا بينا بقى ايه نغرف. انا كده طفيت على البصارة، بس هتشوفوا بقى ايه اللي حصل دلوقتي يعني. مش عارفة ليه عملت معايا كده صراحة. انا بغرفها وشايفاها سايلة، شايفاها شوربة، فقلت ايه يعني يمكن عشان لسه سخنة فاسيبها تبرد وبعد كده ايه اشوف يمكن تجمد. زي ما قلتلكوا انا الاكله ديت ما عملتهاش قبل كده، يعني الاكله ديت اول مره ادخلها بيتي، فكنت قلقانه وقلقي طلع في محل. اللي كنت خايفه منه حصل. يعني البصل اساسا ان انا قعدت اقطعه كتير دوت، اصلا مش قادره اقول لكم خلاني اعيط ازاي، يعني كان حامي قوي فخلاني اعيط. وكمان البتاعة طلعت سايلة، وهتشوفوا بقى انا كنت يعني خايفة منها قوي بجد، خايفة تطلع بايظة مني. انا عملتها والله عشان خاطر ابو يحيى، يعني من كام يوم كده بيقولي هو انتي ليه مش بتعملي لنا بصارة، فقلت اعملها له. بعد ما فضلت مستنية قدامها ان هي تجمد، يعني هي دلوقتي بقى لها يجي تلت ساعة كده غرفاها وشوربة خالص. فنزلت بقى ستوري على الانستجرام وقلت بقى ايه ينقذوني بقى اهل الخبرة. قلت لهم بقى قولوا لي اعمل ايه، البصارة مش عايزة تجمد خالص وعايزة ارش عليها البصل، مش عارفة ليه عاملة زي الشوربة كده ومية خالص. قالوا لي ايه، في واحدة قالت لي حطي نشا، واحدة قالت لي حطي دقيق يعني دوبيهم الاول في ميه وبعد كده حطيهم، وفي بقى واحده قالت لي سيبيها على النار، يعني رجعي الاطباق تاني ديت في الحله وسيبيها على النار شويه تغلي لحد لما الميه الزياده اللي فيها تتبخر وايه وهي هتتقل معاكي. عجبتني الفكره دي غرفتها ولقيتها لسه ما جمدتش. هعمل بقى الفكره التانية اللي هي ان انا ايه ازود دقيق، بس انا مش حابه ان انا ازود دقيق ني، يعني انا متعوده الاول بحب احمر الدقيق الاول في زبده او سمنه بعد كده احطه. فمش عارفه بصراحه اعمل ايه، مش عارفه. هي طعمها جميل، هي طعمها بصاره حلوه قوي، يعني زي البصاره اللي انا بدوقها على طول من ايد ماما وكده، لكن هي المشكله في القوام بتاعها. بس انا عرفت غلطتي. قولوا لي بقى ايه غلطتي؟ غلطتي ان انا كنت ناقعه الفول دوت من امبارح، فالفول دوت شرب ميه كتير قوي قوي، فكان المفروض ان انا ما ازودش ميه وانا بسوي الفول، كنت احط شويه صغيرين لان هو اصلا شارب ميه كتير من ميه النقع، فعشان كده خفت معايا. عرفتوا بقى الغلطه فين؟ بس فهسيبها بقى كده تغلي شويه وتتبخر، وهرجع اقول لكم ايه اللي حصل فيها. مش عارفه حظ جوزي ليه معايا كده، يعني كل ما يطلب مني حاجه والله ما بيطلبش يعني كتير، هو بيطلب حاجه كل فين وفين. امبارح بالليل بيقول لي انت ليه ما بتعمليناش الاكلات اللي هي البصاره الكشك الخبيزه الحاجات دي، مش بتعمليها ليه؟ قلت له انا عمري ما يعني ما عملتها ولا عارفه طريقتها. تمام. فقال لي لا جربي كده، فقلت بقى اعمل البصاره ويا ريتني ما عملتها. بس ان شاء الله، يعني هي اول مره دايما كده بتبقى فاشله، بعد كده ايه تاني مره بتظبط، هي تجربه اول حاجه دايما كده. فهشوف بقى هيحصل فيها ايه الحاجه دي. تعالوا طيب نبص على الجلاش بقى قبل ما البصاره تخلص. الجلاش طبعا خلاص اهو بقى زي الفل. يوسف بقى جعان، فعايزه ابتدي ايه احط له بس حته كده اكلها له. ريحته جباره، ريحته حلوه قوي قوي يا جماعه. بصوا شايفين شكله ما شاء الله. تعالوا كده بقى ايه نطلعه.
هطلع اليوسف حته واوريكم بقى شكله من جوه. بصراحه مش قادره اقاوم من الريحه، فطلعت لنفسي انا كمان حته اكلها كده مع يوسف لحد بقى ميعاد الغدا وكلنا نتغدى مع بعض. تعالوا بقى، عايزه اوريكم بس عشان سخنه. بصوا بقى، شايفين الحشوه عامله ازاي والجبنه خطير بجد، لازم تجربوه. بحبه اكتر بكتير بكتير من الجلاش اللي باللحمه اللي هو بالبسطرمه ده، يا لهوي خرافه. عندك بقى اي نوع جبن حطيه. بصوا شايفين تحفه بجد. بس كده هروح بقى اكل يوسف وبعدين نرجع نشوف حصل ايه في البصاره دي. يلا تاني على المطبخ، نولع النور. بصوا بقى انا عملت ايه. طبعا سبتها تغلي كده بتاع ربع ساعه لحد لما حسيت ان هي خلاص يعني هتتحرق فقلت بقى الحقها كده وطفيت عليها، ولاحظت فعلا بصوا ان هي تقلت شويه، يعني هي لسه سخنه اهي، لسه طافيه عليها وتقلت. فعندي امل ان شاء الله ان هي لما تبرد هتجمد اكتر. طبعا معلش على منظر الطبق، كل ده هنمسحه وهنظبطه دلوقتي. بس تعالوا نرش البصل. ماما حبيبتي شافت الستوري وانا بقول مش عارفه احط البصل وهي كده لازم تجمد، قالت لي لا عادي رشي البصل عادي وهي كده وهو هيجمد معاها. فتعالوا بقى نسمع كلام ماما، عشان ماما استاذه في البصاره اصلا، يعني انا ما باكلهاش غير من ايديها، فهي قادره بقى. قالت لي رشي البصل عادي وهي سخنه. فانا بحب صراحه البصل يبقى كتير، يعني احبه كده كتير على البصاره، بيبقى مسكر بقى كده وطعمه تحفه. اهي انا متفائله خير يا جماعه بجد، حاسه ان هي لا هتطلع حلوه. هي المشكله الوحيده فعلا انا زودت ميه كتير، مش كتير زودت، يعني حطيت ميه عادي، بس هي عشان كانت منقوعه زي ما قلت لكم من امبارح. نحط هنا كمان شويه بس كده، واخلي بقى دول لشويه البصاره دول. انا بس غرفت طبقين على قدنا، ودول بقى اشيلهم في التلاجة، مش هغرفهم بقى الا لما نعوز بقى ناكل منها تاني بكره ولا حاجه. بس لما تجمد بقى ارجع لكم تاني واوريها لكم. عايزه اقول لكم ان انا في قمه سعادتي والله، الحمد لله الحمد لله، ربنا وقف جنبي وربنا الحمد لله نصرني، عشان عارف ان انا غلبانه والله. البصاره جمدت الحمد لله. بصوا طبعا هي كمان لسه دافيه، يعني في ناس برضو على الانستجرام انا كل شويه اخش اشوف الستوري واشوف الناس بترد بتقول لي قالوا لي كمان دخليها التلاجة. بصوا هي لسه دافيه كمان، سخنه شويه من تحت بس جمدت اهي. بصوا جمدت عن الاول خالص، الاول كانت شوربه، كمان كل ما تبرد كل ما هتجمد اكتر. وعايزه اقول لكم بقى ان انا دقتها كده من الحله. بصوا حتى اللي في الحله بقت عامله ازاي، تقلت خالص اهي. فدقتها بقى طلع طعمها خطير بجد، طعمها حلو قوي. بنحب بقى ناكل جنب البصاره طبعا عيش، بنغمسها بعيش، ودوت بقيه البصل اللي انا محمرتهوش كنت شايله زي ما قلت لكم شويه كده على جنب. بنحب بقى ناكل جنب البصاره كده بصل وعيش، وبتبقى احلى اكله والله. احط بقى على البصل ده كده شويه خل حلوين، بس مش عارفه ليه الازازه دي غير ازازه الزيت. ازازه الزيت بتنزل كده على طول، لكن دي لازم اقعد اعمل فيها كده. المهم بعد الخل احط كمان رشه شطه، لو عندك بقى سماق يا سلام، شويه سماق بقى كده على البصل، بس انا للاسف ما عنديش. وكان عندي كده شويه بقدونس رشتهم بس كده. والجلاش بقى انا مش هغرفه دلوقتي، عشان لما جوزي يجي هسخنه تاني في الفرن وهدخله بالصينيه، فمش هطلعه بقى دلوقتي في اطباق، هسيبه كده زي ما هو. بس كده ده كان الفيديو بتاع النهارده، ودي كده كانت البصاره الحمد لله ظبطت معايا. وبعد كده ان شاء الله مش هكرر نفس الغلطه. حاضر يا سوف. يا رب يكون الفيديو عجبكم النهارده وانبسطتوا معايا، واشوفكم على خير ان شاء الله بكره في فيديو جديد. يلا مع السلامه.